ايوه زي ما انتوا سامعين كده، عملت احلى كرات رافاييلو بالكنافه. بجد الوصفه تستحق تكون ترند، فاتمنى بجد تدعموها بلايكاتكم بمشاركاتكم. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدا في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه عندي هنا كنافه متفرزه، طلعتها. اول ما بتطلعيها وتضغطي عليها بتلاقيها اتفرمت معاكي ناعم، لان انا محتاجه في الوصفه ان الكنافه تكون مفرومه معايا ناعم جدا. بعد ما بفرمها ناعم كويس قوي ببدا اخدها واحطها في صينيه، بما ان انا هحمرها في الفرن عشان ده اوفر في الوقت وفي المجهود، يعني مش هتبقى متعبه ليكي لما تحطيها في الفرن. حطيتها كده في صينيه واكدت الفرمه بتاعتها، وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين كبار من السمنه، بدات اشربهم للكنافه وهاخدهم ادخلهم الفرن. الفرن طبعا سخن جدا، هحطهم على الرف الوسطاني، النار على اعلى درجة حرارة بس من فوق، لحد طبعا لما تتحمر. من وقت للتاني طبعا ببدأ اديها تقليبة. طب حابة تحمريها على البوتاجاز، هتحط كده معلقة كبيرة مليانة من السمنة وتحط الكنافة وتقليب مستمر عشان ما تتحرقش معاكي وتاخد لون موحد زي ما شفتيه كده، او زي ما انت شايفة بالطريقة دي. بس كده اسهل في الفرن. طبعا بعد ما اتحمرت واخدت اللون الذهبي الجميل ده، على طول وهي سخنة ببدأ اشيلها وابدأ انزل بيها في اي طبق عندك، اي طاجن صغير، اي حاجة انت هتشتغلي فيها. نزلت بيها كده وهي سخنة، وعلى طول ببدأ انزل عليها بفول سوداني مجروش. دول قد ايه الكميه اللي انت حباها حطيها، ممكن دول يكونوا ربع كوبايه من الفول السوداني المجروش. قلبته كده مع الكنافه، ونزلت عليهم كمان بمعلقه كبيره من جوز الهند واديتهم تقليبه. الوصفه طعمها رهيب زي اللي بتشتروها من بره واجمل كمان، بس دي عاملينها طبعا بالكنافه، بس ما تفرقش خالص عن الرافاييلو اللي احنا بنشتريها من بره. عندي هنا طبعا شوكولاته بيضه سما، خامة ممتازة جدا وسعرها حلو قوي. كسرتها في طبق، وبما اني كنت انا مشغله الفرن فالفرن سخن جدا، طفيته ودخلت الشوكولاته ساحت معايا، طلعتها على طول. نزلت عليها معلقتين كبار من الزيت وهبدا اقلبهم كويس قوي. طب مش هتحطيهم في الفرن، ممكن تغلي ميه في اي حله صغيره عندك وتحطي الطبق فوقيها اللي فيه الشوكولاته، وتبداي كده تقليب مع البخار اللي طالع من الميه المغليه، هيبدا يسيح معاكي الشوكولاته. بعد ما قلبت الزيت مع الشوكولاته بدات انزل بيهم على الكنافه بتاعتنا. ودلوقتي هنبدا نغلف الكنافه بتاعتنا كويس قوي بالشوكولاته. ببدأ أقلبها كده تقليب مستمر لحد لما أتأكد إن الكنافة كلها اتغلفت معايا. طبعا ممكن تعمليها كرات زي ما أنا هعملها دلوقتي، وممكن تسويها كده في الصينية اللي انت شغالة فيها، وتبدأي تحدديها كده زي ما انتوا شايفين، وتقطعيها كده مكعبات او مربعات. بس زي ما هي كده في الصينية بتبدأي تدخليها التلاجة تسقع معاكي، ما بتاخدش 5 دقايق وبتبقى اتمسكت على طول، وتبدأي تطلعيها وتقدميها لأولادك. وممكن تكوريها بنفس الطريقة دي، تاخديها كده تعمليها كور تنزلي بيها في جوز الهند، وتبدأي تغلفيها من بره وترصيها في طبق. سواء حطيتيها في الصينية زي ما هي او قدمتيها بالطريقة دي، الطريقتين ممتازين، نفس الطعم. الكنافة مقرمشة وحلوة قوي، والوصفة على بعضيها ممتازة. لما تجربوها هتعتمدوها وهتدعولي كمان. على قد ما بقدر بحاول اعمل لكم وصفات بديل للحلويات اللي الاولاد بيشتروها من بره، بحيث ان احنا بنعمل حاجة نظيفة في البيت مغذية للاولاد ما فيهاش مادة حافظة. شايفين الجمال؟ طبعا انا دخلتها التلاجة 5 دقايق بالظبط وطلعتها، كانت بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي، متماسكة مقرمشة، طعمها حلو قوي بجد. الوصفة رهيبة، لو قدمتيها لضيوف عندك مستحيل يصدقوا انك انتي عاملاها في البيت من كتر جمالها. شايفين من جوه الكنافة عاملة ازاي؟ فيا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتدعموها بلايكاتكم ومشاركاتكم، واشوفكم على خير في وصفة جديدة. وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.